مسا مسا على عيونكم يا حلوين، يا رب تكونوا دايما بخير. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل مع بعض الكبده الضاني. كانت جايه لنا حته بقى النهارده بسم الله ما شاء الله، يا دوبك اتذبحت وجات لنا على طول. الجزار بقى جديد جنب مننا جاب لنا حته الكبده، يا دوبك ذبحها وبعتها لي على طول بدمها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، تسلم ايديهم بجد. تعالوا نشوف بقى مع بعض النهارده هنعمل الكبده الضاني ازاي بطريقه اسكندراني سهله وجميله، وتحتفظي كمان بطعمتها، ما تضيعيش منها حلاوتها. عارفين طبعا الكبده الضاني بتتميز عن الكبده العجالي والجملي ان بيكون فيها نسبه كده تحسيها لما يكون لها مسكره كده في بقك وانت بتاكليها. ازاي بقى احتفظ بالطعم بتاعها الجميل دوت وما اضيعش ريحه الضاني منها؟ في ناس بقى بتعملها بطرق كتيره ومختلفه، تحط بصل وطماطم وفلفل وحاجات كتير. دي طريقه تانية ان انت ما بتحطيش عليها اي توابل خالص ولا اي حاجه خالص غير ملح وفلفل اسمر بس. اكتر من كده اوعي تحطي على الكبده الضاني، هتضيعي طعمتها وهتضيعي حلاوتها، وريحه الضاني اللي فيها هتروح منك على طول. اهم حاجه في الكبده الضاني ان انت تحتفظي بالريحه والنكهه بتاعتها. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. طلعنا بقى حته الكبده زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله عليها بدمها. اول حاجه قطعناها القلب بتاعها. الكبده جايه لي معاها الكلاوي بتاعتها على بعضيها، الكلاوي بتاعتها معاها القلب معاها الحلويات، معاها الحتت الدهون اللي بتبقى جنبها كده، الحلويات ديت بسم الله ما شاء الله عليها. بصراحه الصراحه تسلم ايديها اللي بعتتها لنا. بحبك يا حبيبتي. تعالي بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض النهارده. اول حاجه قطعنا القلب وحطيناه في جنب كده لوحده. كل حاجه هتقطعيها لان كل حاجه بتاخد سوا غير التانية خالص. دي بقى حته الكبده شلناها الاول، طلعناها وفي غشاء كده بيبقى خفيف على الوش. بتدخلي ايدك كده بين الكبده نفسها وبين الغشاء دوت وبتطلعيه زي ما انا وريتك كده. انا مسرعه طبعا الفيديو عشان الوقت. تعالي بقى اما اوريكي هنا اهوت هنعمل ايه. دي بقى حته الكلاوي، قطعنا الكبده زي ما انت عايزه طبعا، وبرده بتحطيها على جنب لوحدها. تعالي بقى حته الكلاوي بنروح ننزع كده الدهون اللي حوالين منها كده بالراحه بالسكينه عشان ما نبوظهاش. كده نضفنا الدهون اللي حواليها، لو في اي حتت فيها دم فيها حتت اي حاجه ممكن تشطفيها، لكن الكبده ما تتغسلش. الكلاوي ممكن لكن الكبده لا يا جماعه، هتضيعي القيمه الغذائيه اللي فيها كلها. حتت الدهون اللي متحبشه بقى بالدم دي بنشيلها، وفي غشاء رقيق كده خفيف بالراحه كده، بصي بالراحه خالص بتطلعيه، لان ده بيبقى مجلد في الكبده وبيخليها تاخد سوا وبيضيع طعمتها خالص. بصي بقى بالراحه كده طلعناه ازاي بحاله اهو. بتستغني عنه طبعا بيترمي. في ناس ما بتبقاش عارفه الذبيحه ديت لما تذبحيها ايه اللي تستخدميه منها وايه اللي يترمي او ايه اللي تستعمليه. الذبيحه كلها بتبقى 100 100، لكن في بعض الاجزاء ما بنستعملهاش. ادي الغشاء التاني اهو بنفس الطريقه. الكبده طبعا بتبقى لها كلوتين. بتعملي ثقب صغير كده في الجنب او من تحت الحته اللي فيها الدهون ديت، وبتروحي مقطعاها عباره عن حلقات 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 كده، بتبقى جميله جدا ومخرفشه كده تحفه تحفه يا جماعه، جربوها. بصي بقى حطيناها هنا اهوت، الكبده لوحدها والكلاوي لوحدها والقلب لوحده، ونبدا بقى نقطع حته الدهنه اللي موجوده معاها، وانزلي في الطاسه بتاعتك او في الجريل في اي حاجه عندك او في صينيه حتى. سيح بقى الدهنه كده وحبشيها، ولو عندك بقى حته ليا ضاني كمان بسم الله ما شاء الله عليها، بتبقى طعمها وريحتها تحفه وخفيفه جدا جدا على المعده. قلبنا بقى حته الدهنه الضاني كده لحد ما ساحت، نبركنها بقى على جنب ونبدا ننزل بحته الكلاوي. الكلاوي القلب الاول يا جماعه عشان القلب بياخد سوا شويه. بعد كده خلصناه بقى بنركن القلب كمان على جنب وننزل بالكلاوي نديها تقلبتين ثلاثه كده، يا دوبك بس تحسي ان لونها اتغير والدم اللي فيها راح منها خالص. اركني بقى على جنب وانزلي بحته الكبده بتاعتك، ودي بقى اللي هتاخد منك شويه وقت شويه، تقريبا ما بتزيدش عن 10 دقايق الكبده الضاني كلها. وتاكلي بقى احلى كبده ضاني، تستمتعي بطعمها وريحتها ونكهتها. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديها بجد اللي جابتها لنا. اديها بقى تقلبتين كده وما تقلبيهاش اول ما تنزليها عشان ما تتهريش منك، سيبيها خالص لما لونها يبدا يتغير ابداي قلبيها على الناحيه التانيه. قطعيها بقى زي ما انت عايزه تقطعيها شرايح طويله شرايح رفيعه رقيقه زي ما انت حابه، كل واحد طبعا على حسب عدد الافراد اللي عنده وعلى حسب الكميه اللي انت عايزاها والطريقه اللي انت حباها كمان. نديها بقى تقليبه كده وبعدين نبدا نقلب بقى الخليط كله على بعضه، الدهنه مع الكبده مع القلب مع الكلاوي، وتقلبتين اتنين، ولا بصله ولا تومه ولا اي حاجه عليها. الكبده الضاني بالذات لازم تحتفظي بطعم وريحه ونكهه الضاني اللي فيها. تقلبتين اتنين بقى نبدأ ننزل عليها بالملح وفلفل أسمر فقط لا غير. أكتر من كده ما تحطيش هتضيعي طعمها. بلاش بقى افتكاسات والاختراعات اللي احنا بنخترعها دي. هو شعرايه صغيره خفيفه كمان من الملح وشعرايه صغيره كمان خفيفه من الفلفل الاسمر. طب ايه التكه الصغيره بقى؟ هتجيب قرنين فلفل كده يكونوا مشطشطين وحاميين وفي النص كده، وتروح نازله بيهم بقى. وسعنا مكان كده ننزل بقى بالفلفله ونديها تقليبه في قلب الزيت.
تقلبتين 2 واوعي تسيبيها لما الفلفل يسيح منك، مش هتحسي بنكهة الفلفل فيها. يا دوبك تقلبتين 2 وتطفي عليها، وكده الكبدة جاهزة معانا على الأكل خلاص. أستاهل بقى لايك ولا ما استاهلش؟ بحبكم في الله، ويا رب تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة يوميات رانيا حمادة، وتابعوني على الفيس على صفحتي برضو كيوم رانيا حمادة. هنا بقى جهزت طبق من الطحينة، حطيت كوباية كبيرة من الزبادي، عليها معلقتين من الطحينة، وعليهم معلقة كبيرة من الثوم، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الشطة تكون حامية ومشطشطة كده عشان تلهلب بقنا، وكمان عليهم شعراية من الملح، نص معلقة تقريبا من الملح، وننزل بمعلقتين من الخل ومعلقتين من الدقيق. نقلب الخليط ده كله في بعضيه كده، الدقيق الاول بميه دافيه، وبعدين ننزل عليه بالزبادي وبالطحينه، وقلبي كله في قلب بعضيه، وتعملي احلى طحينه تاكلها في حياتك. عايزه بقى تعمليها سندوتشات زي ما انا عملت كده، قلبي الرغيف زي ما انت شايفه، واعملي زي العربيات بالظبط وزي محلات الكبده في الشارع بالظبط. حابه تاكليها في العيش الفينو طعمها تحفه في الاتنين، حابه تغمسيها كده بالعيش بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر، بصراحه تحفه وجميله جدا يا جماعه، جربوها ومش هتندموا. ومعاها بقى السلطه والطحينه حاجه كده وهم. حابه تاكلي مخلل كل واحد براحته. يا رب اكون فدتكم النهارده وعملت لكم فيديو خفيف ودمه جميل عليكم، وبحبكم في الله واستاهل منكم لايك والشير. بحبكم لله، اختكم رانيا حماده. دمتم في رعايه الله، انتظروني.